صيف عام 2006 يعيش لبنان أجواء حرب ساخنة. إسرائيل في مواجهة شرسة مع حزب الله لكسر شوكته. الحرب التي استمرت 34 يوما بقدر ما كانت مؤلمة للبنانيين فقد كبلت إسرائيل خسائر فادحة. عصفت الاستقالات بكبار الجنرالات، وتشكلت لجنة تحقيق رسمية عرفت باسم لجنة فينوغراد للبحث في أسباب الإخفاق. هيمن عليها سؤال واحد: كيف عميت الاستخبارات الإسرائيلية عن قدرات حزب الله؟ ولدت خطة طويلة الأمد هدفها الثأر، ليس بشن مزيد من العمليات العسكرية التقليدية، بل عبر اختراق النسيج الذي يبني الحزب عليه قوته. منذ تلك اللحظة بدأ المسال بالتعاون مع الوحدة 8200 العمل على خطة استراتيجية عرفت باسم خطة الأزرار. هدفها تفخيخ أجهزة صغيرة الحجم بشحنات متفجرة وتحويلها إلى قنابل موقوتة صممت لتبقى خاملة لسنوات بانتظار إشارة التفعيل. في هذا التحقيق نكشف الخيوط الخفية للخطة التي وضعتها المخابرات الإسرائيلية لتوجيه ما وصفت بضربة مدمرة لحزب الله، إلا أن النتائج جاءت كارثية على المدنيين الذين شكلوا الغالبية العظمى من الضحايا. ال17 من سبتمبر أيلول عام 2024 في تمام الساعة 3:30 بعد الظهر توقف الزمن في لبنان. آلاف من أجهزة البيجر الصغيرة انفجرت بشكل متزامن في الضاحية الجنوبية لبيروت وسهل البقاع وبلدات الجنوب، وهي المعاقل التقليدية لحزب الله. تلك الأجهزة الصغيرة التي استخدمت لسنوات كوسيلة تواصل مدنية ولجأ إليها حزب الله لإبقاء مقاتله بعيدا عن أعين الرقابة، تحولت فجأة إلى قنابل موقوتة تنفجر في حامليها. الكابوس لم ينتهي عند هذا الحد. في اليوم التالي قبيل 5 عصرا وقعت الموجة الثانية. انفجرت أجهزة اللاسلكي المحمولة ووكي توكي. سقط في تفجيرات البيجر واللاسلكي ما يزيد عن 3500 بين شهيد وجريح. رصدنا ماذا حدث بالضبط في تلك الساعات العصيبة، وكيف جرى التخطيط لهذه العملية قبل سنوات طويلة. تتبعنا مسار الرحلة وفككنا بقايا الأجهزة المتفجرة لنكشف كيف عبرت هذه الأجهزة الحدود والمطارات دون أن تكتشفها أكثر أجهزة الفحص دقة، وكيف جرى تحويل بطارية صغيرة إلى عبوة ناسفة شديدة الانفجار دون مكونات معدنية. بحثنا خلف الشركات الوهمية التي أسست في عواصم أوروبية لتكون غطاء لهذه الشحنات القاتلة، وكيف وصلت تلك الأجهزة المفخخة إلى يد الحزب. تلك التفجيرات التي تتابعت على مدار يومين كانت إحدى أخطر العمليات السرية في تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية. عملية لم يستغرق تنفيذها سوى ثوان، لكن الإعداد لها جرى منذ فترة طويلة. إسرائيل سلكت طريق آخر، بدأت بوصول إلى لجنة تحقيق، لجنة فينوغراد، ومن بعدها بدأوا بتغيير الاستراتيجية العسكرية التي كانت متبعة سابقاً، بحيث بدأت الدفاع عن إسرائيل من خارج حدودها وليس بداخل الحدود. بدءا من عام 2006 أدركت إسرائيل أن هناك حاجة لمقاربات جديدة لمواجهة مجموعة مثل حزب الله التي كانت قادرة على العمل بحرية كبيرة بعيدا عن نوع الاختراق الاستخباراتي الذي تحتاجه إسرائيل. لذا أعتقد أنه منذ عام 2006 فصاعدا وضعت الخطط قيد التنفيذ، لكنها لم تكن بسبب عام 2006 فحسب. هجوم 7 أكتوبر عام 2023 لعب دورا رئيسيا في هذه العملية المحددة، لأنه كان فشلا استخباراتيا أكبر
تطلب أيضا نوعا محددا جدا من الرد. that also needed a very specific type of response. الحزب حتى يحافظ على سرية الاتصال بين عناصره اعتمد الطريقين. أول طريق استفاد من التمديدات التحت أرضية الموجودة لوزارة الاتصالات اللبنانية، ومرق خطوط هاتف سلكية خاصة بعناصره في هذه الأماكن، وهيدي عملت مشكلة لأنه ما كان في موافقة من وزارة سابقا وزارة الاتصالات. لكن يعني هذا أول حماية أمنية. الحماية الثانية أنه يلجأ لوسائل غير مراقبة أو صعب الوصول إليها، واللي هي مثل ما قلنا التوكي ووكي أو البيج. أعتقد أن حزب الله لجأ للبيجر لأنها تقنية بدائية مقارنة بالهواتف الذكية التي يحملها الجميع اليوم. نصر الله كان يدرك ذلك، وحذر رجاله من قدرة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية على اختراق الهواتف، لذا أمرهم بالتحول لتقنيات قديمة وأقل قدرة كأجهزة البيجر التي تعود لعقود مضت. أنا شغل المستشفى هو بقطاع صحي خدماتي، وأنا كمهندس إدارة طبية عندي مهام بالمستشفى عم بأديها من ناحية المحافظة على الأجهزة وصيانتها وتلبية أعطال. يعني في جزء من شغلنا بيتطلب إنه أنا يكون معي جهاز بحال أنا ماني بمكتبي بده حدا يتواصل معي، في لازم يكون في معي جهاز حتى أعرف إذا حدا بده مني شيء urgent. هلا انا خلال هذا النهار كان عندي اكيد شغل بالمستشفى وجولات وهيك، وكنت كنت البيجر عم بيوصل عليه ارقام غريبه، ولسه مش ارقام المستشفى اللي هي نحن معودين عليها توصل، كان عم بيوصل ارقام غريبه كل نص صبح، وعم يدق يعني عم يعطي الالارم وعم يدق وعم يعطي هذا الكود مش مزبوط. انا فكرت في عطل يعني معطل، يعني هو لما دق رجعت انا حملته فكرت رجع عم بيعمل نفس المشكل، فهون صارت الحادثه يعني. نحن ككادر أساتذة ومتعلمين كنا في لقاء كل أسبوع يكون موجود. من بعد حوالي الساعة كان في عنا هيدي البريك، فأنا شخص بدخن، قمت أنا وشاب من الأساتذة لندخن بأوضة القعدة. فبهيدي اللحظة رنت البيجر، بس رنتها كانت رنة غريبة. البيجر فيها رينج تون انت بتحدده، هي في عليهم فيهم 5 بس انت بتحدد رينج تون وحده لهيدي البيجر. بوقتها رنتها كانت مختلفه، فصار في عنده فضول اجي اعرف ليش عم بترن بهذه الطريقه. فانا حملتها للبيجر. الشاب لحد الاستاذ بيقول لي ليش صوتها هيك مختلف عن الرينج تون اللي نحن بنعرفهم. فقلت له انا عاطي ايرور، انا كنت مقربها على مستوى النظر لاقدر اقرا اي شيء مكتوب فيها، هي كانت عاطيه ايرور وبنفس الوقت في بريس اوكي. اصلا ما في داعي كان تكبس بريس اوكي لانه بظرف ثانيتين انفجرت. كان هذا استخداماً غير مسبوق للأجهزة الإلكترونية. هناك حظر واضح في القانون الدولي
لا سيما في البروتوكول الثاني المعدل لاتفاقية أسلحة تقليدية معينة، حيث تعرف الشراك الخداعية بأنها أعيان تبدو بريئة ويعتبرها المدنيون غير ضارة، ولكن يمكنها أن تعمل بشكل غير متوقع. لقد صممت أجهزة البيجر هذه عن قصد لتنفجر وتسبب الأذى للمدنيين. هذه حالة فريدة جداً وغير مسبوقة من حيث النطاق والأسلوب، ومع ذلك فقد رأينا حالات استخدمت فيها تقنيات مزدوجة الاستخدام لأغراض المراقبة أو الاستهداف. التحدي هنا يكمن في تحويل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية إلى سلاح بشكل مباشر وعلى هذا النطاق الواسع، ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى تفسيرات قانونية جديدة وربما تشريعات جديدة. جريمة التفجير، تفخيخ وتفجير أجهزة النداء السريع أو الاستجابة السريعة البيجر هي جريمة وفقا للقانون الدولي الإنساني، هي جريمة ضد الإنسانية متوافر فيها جميع شروط المادة 7 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. لماذا؟ لأن أولا الهجوم تم باستعمال أسلحة محظورة وهي أجهزة مدنية تم تفخيخها، 2 طال مدنيين، 3 تمت العملية وفق هجوم واسع النطاق وأدى إلى أضرار بالمدنيين وعن عمد وعن علم بالهجوم. هذه الشروط متوافرة، جميع شروط جريمة ضد الإنسانية متوافرة بصورة القتل والإيذاء الجسيم وفقا لنظام روما، وبالتالي توصيف هذه العملية هي جريمة ضد الإنسانية وهي بالمستوى التجريمي أعلى من جريمة حرب. في إطار عملنا على هذا التحقيق كان علينا أن نتتبع القضية من بدايتها وتحديدا من عام 2014 لنكتشف المفاجأة. هذا العام كان نقطة التحول الكبرى التي سيظهر أثرها بعد 10 سنوات كاملة. كان حزب الله يعتمد على أجهزة شركة آيكوم اليابانية التي كانت تنتج جهاز اللاسلكي الشهير ICV-82. رصدت الوحدة 8200 حاجة حزب الله الماسة إلى هذا الطراز بالتحديد، لدرجة أن الحزب صمم سترات عسكرية بجيوب خاصة تتناسب مع أبعاد هذا الجهاز. هنا دخل الموساد على الخط، أنشأ شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء، وقام بتصنيع نسخ مطابقة تماما للجهاز الياباني في منشآت سرية، لكنها كانت محشوة بالمتفجرات وفقا لما كشفه عملاء في الموساد خلال حديثهم لشبكة CBS نيوز الأمريكية. بحلول عام 2015 وصلت الشحنات الأولى إلى لبنان. اشترى الحزب أكثر من 16,000 جهاز لاسلكي مفخخ ووزعها على مقاتلي الخطوط الأمامية. ظلت الأجهزة المفخخة خاملة وموثوقة لمدة 10 سنوات كاملة. مع تزايد خوف الحزب من اختراق الهواتف الذكية، اندفع الحزب أكثر نحو الفخ الإسرائيلي مطالبا بمزيد من الأجهزة. عرفت إسرائيل ذلك، وعرفت أن حزب الله سيضطر للعثور على إحدى تلك الوسائل. وماذا كانت؟ لم يكن بإمكان حزب الله اللجوء لإشعال النيران على قمم الجبال أو استخدام المرايا لعكس الشفرات. كان الاحتمال الأكبر هو العودة إلى تقنية مثل البيجر، وبمجرد أن دخل ذلك حيز التنفيذ كان على إسرائيل أن تجد وسيلة لزرع نفسها، أو على الأقل الظهور بمظهر منخرط مع شركة كبرى لأجهزة البيجر. وعندما جاء حزب الله لشراء كمية كبيرة من هذه الأجهزة، كانت إسرائيل مستعدة للاستفادة من الخطة التي وضعتها قبل سنوات. نحن يعني نستخدم هذه الأداة اللي هي البيجر، نستخدمها كأداة مدنية ولأسباب أمنية، بمعنى أنه كانت الوسائل العسكرية مراقبة لاسلكي وغير لاسلكي، وبالتالي لجأنا إلى أداة مدنية يستخدمها الأطباء والمهندسون وكل الناس والمعلمون، ولذلك
بالأهداف التي تحققت للعدو الإسرائيلي كان في مدنيين كثير وأطفال ونساء وإلى آخره. نعم، الخلفية للاستخدام كانت أمنية وليست سياسية. أعتقد أن القرار كان منطقياً بالنظر لعدم التكافؤ بين الموساد وحزب الله أو الجماعات الأخرى. بالتأكيد كان خياراً سلمياً، فحين تكون الطرف الأضعف تستغل كل ما تملك. لقد ظنوا أنها وسيلة تمنحهم التفوق على الإسرائيليين في التواصل. عام 2018 وضع الموساد مسودة لمشروع جديد. كانت الفكرة تكرارا لنجاح خطة أجهزة اللاسلكي، ولكن هذه المرة مع أجهزة البيجر. غير أن القادة في تل أبيب كان لديهم عائق واحد: حزب الله لم يكن اعتماده الأساسي على أجهزة البيجر. كان على الموساد أن يبحث عن حل، فكانت الفكرة هي أن تصنع الطلب قبل أن تبيع السلعة. بدأت الوحدة 8200 بالاستخبارات الإسرائيلية حرباً نفسية رقمية. جيوش من الروبوتات على وسائل التواصل الاجتماعي بثت تقارير باللغة العربية تحذر من قدرة إسرائيل الخارقة على اختراق الهواتف الذكية. نجح الفخ. وقعت قيادة الحزب في فوبيا التكنولوجيا الحديثة، وقررت العودة إلى أدوات التواصل القديمة أجهزة البيجر. فهي لا تكشف الموقع ولا تملك كاميرات ومحصنة ضد التنصت. هنا تحول الموساد إلى تصنيع البيجر المفخخ الذي تنتجه الشركة الأشهر في العالم جولد أبولو. يعني كل أجهزة الاستخبار بإسرائيل تعطي جهاز واحد اسمه الفرقة 8200. 8200 هي اللي فيها يعني أحدث ما تحصل عليه حتى من أرقى جامعات العالم، التي تحاول إسرائيل أن تكون جزء من تمويلها والاستثمار فيها، تستثمر لصالح الفرقة 8200 كل التقنيات الحديثة. الاستخبار محصور عندهم، التقنيات كلها تنتج بهذه الغرفة، يعني كل الرسائل والبيانات والمعلومات ترسل إلى هذه الفرقة، وبالتالي هونيك بصير في اختصاص بموضوع معين. هي الوحدة المقصودة للتعامل مع مختلف الأمور، لذا فإن قدرتها على إدارة أجزاء متعددة من هذه العملية أمر بديهي. لقد كان بمقدورهم تحليل الحاجة أو تصنيع الحاجة في هذه الحالة، ليدفعوا حزب الله للعودة إلى التكنولوجيا القديمة، ومن ثم تحديد كيفية اختراق ذلك السوق عن طريق استهداف شركة أجهزة بيجر محددة، وبعد ذلك إغراء حزب الله بالشراء. To purchase devices from them to be held in abeyance until they needed to use them. غصنا في التفاصيل التقنية الدقيقة لكيفية تحويل جهاز اتصال بسيط إلى عبوة ناسفة بالغة التعقيد. تكشف رويترز في تحقيق حصري أنه في عام 2022 بدأ الموساد تطوير نسخة خاصة من الجهاز أكبر حجماً وأثقل وزناً من النسخة الأصلية. خلف كواليس العملية كان المهندسون في الموساد يواجهون معضلة تقنية. أجهزة جولد أبولو التايوانية الأصلية لم تكن تتسع للشحنة المتفجرة التي خططوا لها. عام 2022 بدأ تطوير نسخة خاصة أضخم قليلاً وأثقل وزناً. كان التحدي هو كيفية إخفاء المتفجرات عن أجهزة الأشعة السينية. صمم العملاء غلافاً للبطارية يخفي بداخله شطيرة من 3 طبقات: صفيحة رقيقة من مادة PETN البلاستيكية بوزن 6 جرامات، موضوعة بدقة بين خليتين للبطارية. لإتمام العملية استغنى مهندسو الموساد عن الصاعق المعدني التقليدي واستبدلوه بشريط شديد الاشتعال يملأ الفراغ بين خلايا البطارية. هذا الابتكار جعل الجهاز شبحاً أمام الماسحات الضوئية. لم تكن إسرائيل تريد مجرد الانفجار، بل أرادت أقصى قدر من الأذى. اختبر الموساد عشرات النغمات للعثور على صوت يدفع حامل الجهاز على إخراجه من جيبه على عجالة. استنتجوا أن الشخص يستغرق 7 ثوان كمتوسط للقيام بذلك. الرسالة المشفرة التي ظهرت على الشاشات كانت تتطلب الضغط على زرين معا لفتحها. في تلك اللحظة تتولد شرارة داخل حزمة البطارية، وفي ثوان ينفجر الجهاز. أهم شيء بالموضوع هو كيفية التفخيخ. يعني اليوم البيجر
هو جهاز يتلقى، يعني يعمل يستقبل فقط، وهو ما بيحدد موقع الشخص يلي عم بيحمله. وهو جهاز قديم مش مرتبط لا بالإنترنت ولا بأي لاسلكي، يعني في عنده فقط موجة رقمية، بصمة رقمية خفيفة كتير ممكن ينشغل عليها، يعني وهو جهاز غير قابل للتشويش، حتى بالتشويش بيقدر يشتغل، بيودي. لذلك اليوم كل هاي بدهم يتخذوا بعين الاعتبار، والشيء اللي بده ينحط فيه للجهاز هو منظومتين: منظومة تفخيخ، يعني مواد دقيقة وسريعة العطب وفاعلة بالتفخيخ، والشغله الثانيه العمل على الموجة الصوتية الخفيفة يلي ممكن أن تتلقى رسالة، يعني بدهم يودوا رسالة تفجر هذا الموضوع. ممكن الموضوع الرسالة مش رايحة تتفجر، ممكن حتى تودي رسالة أخرى إنه انتقل إلى مكان معين، ممكن ينقلوه لمكان معين، يصير قيد مراقبة إما لإيقاعه بكمين، إما لتجميع أشخاص معهم البيجر بمكان معين، وإما كذلك لاستهدافهم بالطيران المسير، واللي إسرائيل استخدمته من 2006، استخدمت الطيران المسير. حتى نذكر نحن بسور على موتوسيكل، على دراجة نارية استخدمت مسيرات، يعني كانت الدولة إحدى 3 دول اللي عندها المسيرة القتالية من أيام 2006. لذلك البيجر هودي العوائق، هول الأشياء يلي لازم تتبعهم تقنيا إسرائيل حتى توصل لعملية. عملية زرع أكواد أو متفجرات تتطلب وصولا مباشرا، سواء أثناء التصنيع أو خلال الشحن. فإذا تم ذلك بالمصنع فلا بد من وجود عملاء أو موظفين مجندين لدمجها في خط الإنتاج منذ البداية. أما إذا حدث التلاعب أثناء النقل فيجب أن يتم باحترافية تامة دون ترك أي أثر للعبث. إنها عملية معقدة جدا، وهذا هو سر القلق البالغ الذي تسببه هجمات سلاسل التوريد لدى المتخصصين في المجال الأمني. سألنا الخبراء القانونيين عن مدى المسؤولية الجنائية على إسرائيل من هذه التفجيرات، ومدى قدرة القانون الدولي على محاسبتها على هذه الجريمة. في هذه الحالة تعتبر مبادئ القانون الدولي الإنساني واضحة فيما يتعلق بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين، وتنطبق هنا مبادئ التمييز والتناسب وأيضاً الاحتياط. كان هناك انتهاك واضح هنا، لأن الانفجارات التي استهدفت تلك الأجهزة كانت عشوائية وأضرت بالمدنيين أيضاً، ولم يكن هناك سبيل للناس لمعرفة مكان وضع تلك الأجهزة، حيث وقعت الانفجارات أيضاً في الشوارع وبالقرب من المنازل والأماكن التي يتواجد فيها المدنيون، وهذا يعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني. لقد ارتكبت إسرائيل تلك الأعمال إذا ثبتت مسؤوليتها كجزء من نزاع مسلح بين دولة إسرائيل ولبنان، ولهذا السبب يتم تفعيل مبادئ القانون الدولي الإنساني هنا، وهي تحمي المدنيين. هذا الرأي للخبيرة الدكتورة إيرين بيتروبولي أكده تقرير صادر عن مجموعة ضمت عددا كبيرا من الخبراء القانونيين في الأمم المتحدة، وعلى رأسهم السيد بن سول المقرر الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، الذين اعتبروا أن انفجار أجهزة البيجر انتهاك مرعب للقانون الدولي ويتطلب تحقيقا سريعا ومستقلا. حاول نتذكر التكنيك. فاتت يقبرني قلبك. اللي صار انه بقيه الاساتذه اللي هن كانوا حاملين بيجر ما ثاقبت انه هن تصاوبوا او تاذوا، لانه البيجرات موجودين بغرفه الجلوس اللي هي غرفه مقابله لغرفه الاجتماعات، والوحيد اللي تاذى هو الاستاذ اللي كان حدي باعتبار انه تدخن انويه،
أنا كانت إصابتي بالغة لأنه حاملها مقابل الوجه، وهو تشظى لأنه كان موجود حدي. من بعدها قدروا يحملوني على قلب السيارة ومشينا بالطريق. خلال الطريق صار في ازدحام، صرت أقول له أنا للأستاذ اللي معي: يا محمد أخي ليش هيك أسرع؟ في وضع طارئ لازم تأسرع، لازم تمشي تزمر. قال لي السير كله مسكر. بعدين تبين معه أنه كل البيجرات اللي موجودين تم تفجيرهم. أنا هون صراحة كان وقع الخبر كالصاعق، لأنه أنا بعرف أشخاص وأنا من ضمنهم كنت جهاز البيجر جيبوا معي على البيت. أنا عندي بنت وعندي امرأة بهذا البيت، ممكن يكون في أحد من الأهل أو الرفقة موجودين. فأنا بتخيل على كل مستوى لبنان كل البيجرات فرقعت. ما فرقت معهم هول بكوادر مدنية، ما فرقت معهم هول بكوادر طبية، ممكن طفلة حملتها، ممكن ولد صغير حملها، ممكن امرأة كانت عم تجيبها لزوجها وحاملة طفلة، تأذوا اثنيناتهم. بمجزرة البيجر اللي صارت، نحن عنا بالمستشفى استقبلنا ما يقارب 900 إصابة بقلب المستشفى، مصابين بيجر. يعني كانت أعداد كبيرة، أكيد الطوارئ مش هتقدر تتحمل، كان طوارئ وأقسام وقاعات وكافيتيريا كلها مليانة مصابين. كان فريق التمريض وفريق الطبي وحتى الشباب يلي هن ما لانهم تمريض منهم دكاتره، كانوا على الارض عم بيحاولوا يساعدوا قدر اللي بيقدروا يساعدوه. يعني كانت في حاله، يعني مش تعتبر هي مجزره، يعني مش تعتبر هي مجزره صار. فور وقوع انفجارات البيجر سارعت شركة جولد أبولو بإعلان عدم مسؤوليتها. نشرت بيانا أكدت فيه أن طراز AR 924 الذي انفجر في لبنان ليس من صنعها، بل تعود مسؤوليته إلى شركة حصلت على تفويض باستخدام العلامة التجارية تدعى PAC، وأنها الجهة المسؤولة عن تصنيع هذا الطراز وبيعه. كان هذا هو الخيط الذي تتبعناه. بحثنا عن الشركة فوصلنا إلى مقرها في بودابست بالمجر. هنا في الطابق الثامن من مبنى سكني في حي أويبشت يقع مقرها الوحيد المسجل. حسب بيان الشركة الأم جولد أبولو، فإن PAC صممت وصنعت آلاف الأجهزة داخل شقة في هذه البناية. بدا الأمر غير منطقي. فور وقوع الانفجارات اختفى الموقع الإلكتروني للشركة تماما. رغم ذلك نجحنا في الوصول إلى مستندات الشركة وفحصناها لنكتشف سلسلة من المفاجآت. تظهر المستندات أن PAC للاستشارات هي شركة ذات مسؤولية محدودة. تأسست PAC عام 2022. هذا التاريخ يضع بداية نشاط الشركة قبل نحو عامين من وصول شحنة البيجر إلى لبنان. الأكثر إثارة للريبة هو الهيكل الإداري. وفق الأوراق لا يعمل بالشركة سوى شخص واحد فقط، مديرتها التنفيذية كريستيانا بارسوني أرسيدياكونو، وهي مجرية الجنسية. بينما كان النشاط الأساسي المسجل هو استشارات الأعمال والإدارة. تمتلك الشركة قائمة ثانوية مريبة من الأنشطة لا تتناسب مع حجمها، تشمل استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، صناعة الزجاج المسطح، زراعة الفاكهة المدرية، صناعة الزيوت والدهون. هذا التنوع الهائل لشركة ليس بها سوى موظفة واحدة عزز فرضيتنا بأنها لم تكن سوى كيان ورقي أو ما يعرف بشركة صندوق بريد. تكشف الأوراق التي حصلنا عليها أن الشركة حققت في عام 2024 إيرادات تقارب نصف مليون يورو رغم غياب أي بنية تشغيلية حقيقية، فلا مصانع ولا خطوط إنتاج ولا موظفين تقنيين. هذا يجعلها غير مؤهلة للتصنيع، لكنه يجعلها مثالية للعمل كحلقة وصل ضمن شبكة معقدة. تقدم الوثائق دليلا حاسما على توقيت حرق هذه الواجهة. فبعد أيام قليلة من تفجيرات لبنان التي وقعت في 17 و18 من سبتمبر عام 2024 بدأت الشركة إجراءات التصفية. وفي 29 من سبتمبر 2024
تم تغيير وضع الشركة في السجل التجاري لإضافة عبارة تحت التصفية النهائية. عند هذا الحد أمكننا الجزم بأن الشركة لم تكن إلا أداة وظيفية انتهت مهمتها فور تنفيذ العملية. يجب أن أوضح عندما نتحدث عن المسؤولية القانونية بين جولد أبولو وتابعتها المجرية BAC، أولا دعنا لا نفترض وجود مسؤولية قانونية أصلا، ولكن لنخطو خطوة أبعد نناقش من هو المسؤول عن أي جزء. بحسب كافة المعطيات لم يكن لدى شركة جولد أبولو أي علم بالأمر. كما تعلم عندما نتحدث عن شركة كبيرة متعددة الجنسيات فليس من الغريب أن يكون لها شركات تابعة لا تخضع لمراقبة دقيقة في جميع الأوقات. لذا من المصدق ومن المعقول بالتأكيد أن جولد أبولو لم تكن تعلم بما يجري. أما BAC إذا ثبت أنها شركة صورية فلا توجد مسؤولية حقيقية، لأن الشركات الصورية لا وجودا فعليا لها. لذا مرة أخرى يجب أن تعود المسؤولية إلى الاستخبارات الإسرائيلية التي نفذت العملية، وليس إلى الواجهات أو الأسماء التي قد تكون استخدمت على طول هذا المسار. إنشاء شركات صورية ليس أمرا صعبا، فالكثير من الشركات والحكومات تفعل ذلك لأسباب مشروعة أو غير مشروعة، لذا فالسهولة تكمن في تأسيس الشركة، لكن التحدي الحقيقي هو بناء تاريخها الطويل وقصتها المزيفة لتبدو حقيقية. في تتبعنا لأثر الشركات المجرية ظهرت شركة أخرى، نورتا جلوبال في صوفيا بلغاريا. اكتشفنا أن نورتا تأسست في التوقيت ذاته التي ظهرت فيه BAC وبلا أي موظف فعلي. كانت مهمتها دفع مبلغ 1.6 مليون يورو لتمويل صفقة تصنيع البيجر المفخخ لضمان عدم تتبع الأموال إلى مصدرها الحقيقي في تل أبيب. أدار هذه الشركة نرويجي من أصل هندي يدعى رينسون خوسي، الذي تبخر أثره في النرويج يوم وقوع الانفجارات، وصدرت بحقه ملاحقات دولية لاحقا كأحد الميسرين للعملية. هناك سؤال وجيه حول ما إذا كانت المجر أو بلغاريا قادرتين على تحمل أي نوع من المسؤولية عن تصنيع هذه الأجهزة داخل أراضيهما. إنه سؤال جيد، ولكن في ظل هذه الظروف من الصعب معرفة سبب تحميلهما المسؤولية، ناهيك عن القول بأنهما كانتا على علم بما يجري. أعني ضع في اعتبارك أولا أننا نفترض أن الأجهزة قد صنعت هناك بالفعل، وهذا يظل تساؤلا قد لا نملك إجابة عليه أبدا. أعتقد أن هناك عاملا واحدا يجب مراعاته أولا: أجهزة البيجر هذه وكذلك أجهزة اللاسلكي لم يتم توزيعها بشكل عشوائي في بلد ما، ولم يتم توزيعها بين السكان المدنيين. لقد كان هذا نتيجة لخطة طويلة الأمد لضمان أن يشتري حزب الله على وجه الخصوص هذه المجموعة الكاملة من الأجهزة. لذا فإن الغاية والهدف المنشود كانت جميعها أهدافا عسكرية. يعني طالما المال محجوز لهذه القصة، كثير من الأمور بتنحل بالمال وكثير من الأمور بتنحل بالصداقات، ولكن من دون أجهزة أخرى رديفة متعاونة مع إسرائيل ما فيهم يعملوا هالموضوع. إنك تنشئ شركة وهمية تجارية وتتبنى هذا العمل وهي شركة تطلع غير موجودة، يعني هذا اختراق كثير قوي بالدولة اللي ودت هذا الجهاز، اللي قبلت إنها تستقبل هالأجهزة وتعمل شركة وهمية. يعني اليوم بدك تأسس شركة بدك كثير مستندات، لذلك اليوم لو لم يكن هناك تعاون بين المخابرات بدول ما كان هذا العمل بيوصل للخواتيم. إذا كانت تلك الشركات على علم بأن أجهزة البيجر تلك تحتوي على تلك المتفجرات بحيث تستخدم لإيذاء المدنيين المحتملين، فيمكن اعتبارها مسؤولة. في القانون الدولي من الصعب جدا تحميل الشركات المسؤولية، لأن المحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال لا تملك ولاية قضائية على الشركات، بل تملك ولاية قضائية على الأشخاص الطبيعيين فقط. عدنا إلى تايوان وتحديدا شركة جولد أبولو.
هذه الشركة العريقة التي لم تكن تعلم أن اسمها سيرتبط بأكبر عملية تفجير عن بعد في التاريخ. وفق التحقيقات، ادعى رئيس الشركة أنه وقع ضحية لمؤامرة، إذ تواصلت معه موظفة سابقة تدعى تريزا وو ومعها شخص غامض يدعى توم. أقنعوه بمنحهم ترخيصا لتصميم وتسويق منتجاتهم الخاصة تحت اسم شركته. لعبت وو دور خيط الإغواء، إذ أقنعت مدير شركتها السابقة بمنح ترخيص تصنيع وتسويق طراز جديد حمل اسم AR924 لشركة مجرية ناشئة تديرها سيدة تدعى كريستيانا بارسوني، مقابل عمولات كانت واو تتلقاها عبر حسابات أوروبية لتكون على الأرجح هي الثغرة الأمنية التي عبر منها المساعد. في 18 من سبتمبر 2024 وبعد ساعات من الانفجارات، اختفى الموقع الإلكتروني للشركة تماماً، واختفت معه كريستيانا. تأسست BAC عام 2022 وهو توقيت متأخر نسبياً، لكنه متزامن مع بدء الترويج لطراز غير موجود في السوق، جهاز البيجر AR924 الجديد. تمكنا من الوصول إلى بعض تلك المواد الدعائية الزائفة التي حذفت فور وقوع التفجيرات في لبنان. تعرض الصور تفاصيل دقيقة لبطارية الجهاز التي لا تباع في أي مكان. ركزت الدعاية على أداء البطارية الخارق الذي يصل إلى 85 يوماً. دققنا في هوية البطارية التي حملت رمز LIPT 783. بحثنا في قواعد البيانات العالمية للسلع الاستهلاكية واكتشفنا حقيقة مذهلة: هذه البطارية تماماً مثل طراز البيجر المعدل لم يكن لها وجود حقيقي في السوق العالمي. حصلنا على مقطع ترويجي نشرته الاستخبارات الإسرائيلية على الأرجح يعرض مزايا الجهاز وقوة تحمله وموثق بعلامة جولدا أبولو. إغراء لم يستطع مدير المشتريات في حزب الله مقاومته. ما كان على إسرائيل فعله هو أولاً تحديد نظام اتصالات لا يمكنها الوصول إليه، وهو اتصالات حزب الله الداخلية. ثم كان عليها التأكد من أن حزب الله لا يثق في شبكة اتصالاته الخاصة، وهو بالضبط ما كان على إسرائيل فعله على مدار السنوات العشر التالية. لنقل بين عامي 2010 و2020 كانت العملية النفسية الإسرائيلية قد فرضت بشكل جيد. بمجرد أن أصبحت تلك الشبكة، شبكة الهاتف المحمول العامة، غير جديرة بالثقة، كانت مسألة وقت فقط حتى يحتاج حزب الله إلى إيجاد بديل. وقال من هذيك الأيام تشكيل شبكات وشركات وهمية وتقديم إغراءات مالية بأسعار رخيصة حتى يكون هن المصدر اللي بده يبعث هاي الأجهزة على لبنان، كلها أخذت سنوات طويلة والتفخيخ وما شاكل. لذلك الموضوع مش موضوع كان يعني بشهر وشهرين وسنة وسنتين، لا، كان موضوع عميق جدا في الزمن، وكان تخطيط للعدوان قديم جدا ومعد وجاهز. أرى أن بناء منظومة زائفة بالكامل أمر سهل للغاية، فنحن نلمس ذلك يوميا في السياسة وحملات التضليل. روسيا فعلت الكثير من هذا القبيل، لذا لم يعد الأمر جديداً. إن بناء كيان وهمي عبر الإنترنت هو شيء يمكنني أو يمكنك القيام به ببساطة، لكن التحدي هو جعل هذا الكيان قابلاً للتصديق. وهنا تأتي أهمية القصة الخلفية: متى أسست الشركة؟ وماذا كانت تفعل؟ وكيف يعمل موقعها؟ هنا قد يتدخل الذكاء الاصطناعي ليساعدك في صياغة ما نسميه استخباراتياً الأسطورة، أي بناء تلك الهوية المتكاملة حتى لا يرتاب الهدف في حقيقة الشركة. في ثلاث مواضيع بهذا الموضوع. أول شيء بدهم يعرفوا مين شاري هذه الأجهزة ويحاولوا يدخلوا عليه. يعني هذا عمل مخابراتي، بده عناصر حتى مخابرات في لبنان يعرفوا مين يلي بده يمول ومنين التمويل بده يروح وكيف ومين بده يشتري، وحتى يقدروا يوجهوه باتجاه معين لأجهزة رخيصة. بالتالي العمل مع الشركة اللي بدها تبيع كمان بده يندفع لها مال زيادة حتى تقدر تبيع بشكل رخيص يغري الشاري. في خريف عام 2023 بدأت الدفعة الأولى من أجهزة البيجر المفخخة رحلتها إلى بيروت، وبحلول سبتمبر 2024
كان هناك 5000 جهاز مفخخ في جيوب قادة ومقاتلي حزب الله. أما في الموجة الثانية فقد كان الخداع أكثر جرأة. انفجرت أجهزة اللاسلكي التي تحمل شعار شركة أيكوم اليابانية، لكن المفاجأة التي كشفتها الفحوصات التقنية كانت مفاجئة. الأجهزة المنفجرة لم تخرج من مصانع اليابان، بل كانت نسخا مستنسخة بالكامل. قام مهندسو الموساد بمحاكاة الهيكل الخارجي لجهاز ICV-82 الذي توقف إنتاجه الأصلي منذ سنوات، وحشوه بمتفجرات ودوائر كهربائية مصممة خصيصا في منشآت سرية داخل إسرائيل. هكذا اكتملت الصورة: أجهزة صنعت في السر داخل إسرائيل، غلفت بملصقات وكرتون مطابق للمواصفات العالمية، وشحنت عبر مسارات ترانزيت معقدة لتصل إلى بيروت بانتظار رسالة مشفرة واحدة تنهي كل شيء. هذا تطور مقلق، فهو يكشف خطر سلاسل التوريد ليس فقط للبيجر بل للهواتف والسيارات وكل شيء. بناء هجوم كهذا وتوزيع آلاف الأجهزة في مناطق الحزب ومتاجرهم استغرق وقتاً طويلاً. لم يحدث هذا بين عشية وضحاها، بل تطلب عاماً أو أكثر من التخطيط. في أعقاب عملية طوفان الأقصى احتدم نقاش عاصف داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية. هل تفعل عملية الأزرار الآن وتبدأ إسرائيل بشن حرب شاملة على الجبهة الشمالية؟ إلا أن هذا التوجه اصطدم بعقبتين: الأولى عدم اكتمال الجاهزية التشغيلية لمنظومة البيجر المفخخة بالكامل في ذلك التاريخ، والثانية التدخل الأمريكي المباشر. فبعد مكالمة هاتفية حاسمة من الرئيس جو بايدن في 11 من أكتوبر، قرر نتنياهو تجميد خيار الحرب الشاملة على الجبهة الشمالية مؤقتاً، مما أبقى عملية الأزرار في وضع الانتظار لأشهر أخرى. يعني حرب الإسناد هناك تساؤل حولها، ويعني بعد ما قدرنا نعرف مين اللي أمر فيها. الإيران بيقولوا إن احنا ما كنا عم ننسق مع حماس وفوجئنا ماذا فعلت حماس. حرب الإسناد لن تكون حصلت من دون موافقة إيرانية. يعني اليوم إذا ما كانت إيران هي من سلحت وأعطت وجهزت ويعني استطاع بحرب الإسناد في بدايات حرب الإسناد هجر لا أقل من 80,000 من الجليل يعني، وكذلك ضربت أماكن هامة جدا لصناعة الأسلحة بإسرائيل، والصواريخ وصلت إلى حيفا وعطلت ميناء مهم جدا بإسرائيل، وكذلك وصلت إلى أماكن حتى في الداخل الإسرائيلي ليس سهلا أنه يوصل الطيران المسير إلى غرفة نوم رئيس الوزراء. يعني هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه حرب الإسناد ما كانت يعني حرب بسيطة، حرب قوية وفعلت فعلا. بينما كانت إسرائيل تركز ثقلها العسكري في غزة، كان محللو الاستخبارات في الوحدة 8200 والموساد يراقبون بدقة أي إشارة تدل على اكتشاف الحزب للبيجر المفخخ. تتبعنا واقعة أمنية خطيرة كادت أن تطيح بالعملية برمتها، إذ بدأ أحد فني الاتصالات في حزب الله بالارتياب في أجهزة اللاسلكي، وقرر إرسال عينات من أجهزة البيجر إلى خبراء في إيران لفحصها. سألنا نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله عن الخلل في المنظومة الأمنية للحزب والتي أدت إلى هذا الاختراق، ورغم تحفظه الشديد فإنه كشف لنا تفاصيل مثيرة للاهتمام. هاي إجراءات كما قلت يعني إجراءات داخلية داخل الحزب، وكانوا يعتمدون على الخطوات الأولى اللي جرت بالكشف وما طلع في نتيجة، وضلوا شاكين. بهالوقت كان توزع عدد، وكان بعد اجى القرار بالعدوان استبق الخطوات اللي كان مفترض. بحثنا في مسار التحقيق الداخلي الذي فتحه حزب الله عقب الانفجارات، فتبين أن الحزب كان يقترب من كشف خديعة المشتريات عبر الرجل الذي تولى قيادة التحقيق في الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي، نبيل قاووق، قائد وحدة الأمن الوقائي التابعة للحزب. لكن في 28 من سبتمبر عام 2024
وجهت إسرائيل ضربة أخرى لعرقلة الوصول إلى الحقيقة، إذ اغتالت القيادي نبيل قاووق لتختفي معه الكثير من أسرار كيفية اختراق مدير المشتريات وإقناعه بهذه الصفقة القاتلة. واجهنا القيادي في الحزب محمود قماطي بالمعلومات التي توصلنا إليها، لكنه اكتفى بالقول إن التحقيقات ما تزال مستمرة من دون الخوض في أي تفاصيل إضافية. أنا بقدر أقول كلمتين صغار بهذا الموضوع، إنه إيه الحزب كان يشك أصلاً، وهو طبعاً أي استخدام لأي أداة تخضع لفحص ومراقبة أمنية، والفحص جرى، ولكن طبعاً ظلت هذه المسألة قيد اهتمام وكادت أن تكشف، ولذلك العدو الإسرائيلي فجرها مبكرا. وكان في شحنة في تركيا على الطريق، كان ينتظر العدو أن تصل هذه الشحنة أيضا من البيجرات المفخخة إلى لبنان وتوزع، ثم يفجر العملية في بداية عدوان كان يخطط له. أما عندما علم أن إجراءات الحزب سوف توصل إلى كشف هذه المشكلة، عاجل في عمل قرار التفجير. كيف لا شك الحزب؟ على هذه المواضيع التفاصيل ما فينا نحكيها، معلش. إنه لجنة فينوغراد يلي كان عندها الجرأة، نحن ما بنعرف نرجع نحدد وين أخطائنا ومنكابر ومننام على أخطائنا، عرفت كيف؟ بينما هاي اللجنة قامت ب يعني إذا بتشوف معايير اللي سلكتها، حطت شو الأخطاء اللي ارتكبوها على المستوى السياسي، المستوى العسكري، المخابراتي، الأسلحة، القتال، كل ذلك، يعني حتى يرجعوا ينطلقوا عن جديد. بالتالي هذا العمل الصح، يعني هذا ما شفناه نحن عند الحزب ما عمل هالعملية هاي. طبعا اللي بيعمل لجنة فينوغراد بده يرتقي إلى مجالات أخرى حتى يستفيد من أخطائه، وهذه إحدى اللي عملوها عملية البيجر. فتشنا في تداعيات زلزال البجر، فوجدنا أن الانفجارات لم تكن سوى ضربة البداية لعملية تفكيك منظمة للهيكل القيادي لحزب الله. في 19 من سبتمبر عام 2023، بعد يومين من هجمات البيجر واللاسلكي، وقف حسن نصر الله ليلقي ما سيكون خطابه الأخير. كان صوته يحمل نبرة التحدي. تعهد أن القتال لن يتوقف إلا بتوقف الحرب في غزة. هذا الكلام يأتي بعد هاتين الضربتين الكبيرتين، بعد كل هؤلاء الشهداء وكل هذه الجراح وكل هذه الآلام. أنا أقول بوضوح، أيا تكن التضحيات، أيا تكن العواقب، أيا تكن الاحتمالات، أيا يكن الأفق الذي تذهب إليه المنطقة، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض المقدسة. لكن في تل أبيب كان القرار قد اتخذ بخوض الحرب الشاملة ضد الحزب. بدأت العملية بما وصفه قادة الاحتلال قصقصة الأجنحة. في 20 من سبتمبر اغتيل إبراهيم عقيل الساعد الأيمن لنصر الله، ومعه مجموعة من قادة الصفين الثالث والرابع. القائم هاي هلا في غاز، انتبهوا. في 27 من سبتمبر كان الأمين العام للحزب حسن نصر الله في مقر قيادة مركزي على عمق 40 قدما تحت الأرض في الضاحية الجنوبية. في تمام الساعة 6:21 وعند أذان المغرب، ألقى سرب مكون من 14 طائرة حربية إسرائيلية 83 قنبلة بإجمالي 80 طنا من المتفجرات على المقر الحصين. خلال ثوان انهارت الكتلة الخرسانية الضخمة، وحفر الانفجار الضخم حفرة عميقة سدت كافة المخارج ليموت نصر الله ومن معه اختناقا تحت الأنقاض. حزب الله ينعى أمينه العام حسن نصر الله، وبالتالي يتأكد خبر اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
how Israel was able to عندما يتعلق الأمر بكيفية تمكن إسرائيل من استهداف نصر الله بنجاح، يبقى السؤال مفتوحاً حول أين يرسم الخط الفاصل بين الاستخبارات البشرية والاستخبارات التكنولوجية أو استخبارات الإشارات. أعتقد أنه لا بد من وجود مكون بشري، فنحن نتحدث عن شخص كان يدرك تماماً أن الأجهزة الإلكترونية مخترقة، واتخذ تدابير مضادة واسعة لمنع ذلك. لذا من الصعب تصور تحقيق ذلك باستخدام استخبارات الإشارات وحدها. لا بد من وجود عنصر بشري في الأمر. some human component to it. الاختراق الذي حصل هو اختراق أمني. الاختراق الأمني يعود إلى 3 عوامل. أول عامل هو العامل المادي بشقيه. العامل المادي، البلد وصل لمحل ترهل اقتصاده، كثير من الناس يعني صارت في حاجة ممكن أن تستغل من قبل استخبارات عدوة. والناحية الشق الثاني أنه المال اللي كان يجي من إيران داعمة حزب الله مال كثير وقوي، وصرف معظمه في غير أماكنه. يعني صار في شركات وصار في يعني معد بال بالأمن العسكري أكثر من هذا. يعني هذا دور المال لعب دور مهم كثير. والدور الثالث أنه يعني الاستخبار الإسرائيلي كان عم يشتغل بشكل قوي في الداخل اللبناني، لأنه كان الداخل اللبناني لم يكن هناك يعني قبضة عسكرية للداخل اللبناني بشكل جيد. وتراخى، عندما يتراخى الأمن بتلاقي أشخاص يعني تشتغل معهم وتجندهم. حتى لو كانت تلك العملية تهدف إلى استهداف مقاتلين أو أشخاص مشاركين في النزاع المسلح بين حزب الله وإسرائيل، كان ينبغي على إسرائيل الالتزام بمبادئ الحيطة والتناسب والتمييز، ولا سيما التمييز بين المقاتلين والمدنيين. الأشخاص الذين تواجدوا حول تلك الأجهزة كان كثير منهم مدنيين، ولم تتخذ إسرائيل كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار التي لحقت بهم، فقد كان الكثيرون مجرد عابري سبيل، بل وكان بينهم أطفال. المسار القضائي المتاح أمام الدولة اللبنانية باعتقادنا الشخصي القانوني أن المادة 12 الفقرة 3 من نظام روما تسمح للدولة غير طرف مثل الدولة وضع الدولة اللبنانية، تسمح بأن تعترف بواسطة إعلان أو تصريح ديكلاريشن بأن تعطي المحكمة الجنائية الدولية صلاحية خاصة في تتعلق فقط بهذه الجريمة. وبالتالي يمكن للدولة اللبنانية أن تصدر هذا الإعلان، هذا التصريح، وتطلب من مدعي عام المحكمة أن يفتح تحقيقا رسميا في هذه الحادثة في جريمة البيجر، وتعلن أنها تعترف بصلاحية المحكمة لريثما يتم الحكم بها. وبالتالي هذا المسار متاح أمام الدولة اللبنانية، ومع ذلك لم تحرك ساكنا على مستوى وزارة الخارجية أو وزارة العدل. أنا أكيد حروح أقدم وشارك بهذه الدعوة المقدمة ضد الشركة المصنعة وضد كل شخص له يد بهيدي المجزرة اللي صارت. هل يا ترى حتجيب إفادة ولا ما حتجيب إفادة؟ أنا ضميري وواجب علي أن نقوم بهذه الخطوة، والخطوات اللي هي تؤثر أنا قلت لك هي عبر الأنظمة بتفيد أكثر بعتقد. يصير هلا انا اللي يمكن صارت معي، انا كنت لحالي بالمكتب وهي بتشكر الله علي ما كانش في حدا معي. هيدي الجريمه اللي صارت هي جريمه، هي مجزره بحد ذاتها. هيدي حقوق الانسان والمحكمه الدوليه ومحكمات جنائيه، هول كله لازم يتدخل. مش لازم، هو لازم، هذا لازم يكون الموضوع عندهم. هيدي منا لا تعتبر، هي تعتبر جريمه حرب، يعني تعتبر جريمه حرب الكل مسلمين فيها الا هن يعني.
تبقى عملية البيجر في الذاكرة كنقطة تحول غيرت قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل إلى الأبد. كمية المتفجرات في تلك الآلاف من الأجهزة مجتمعة لم تتجاوز لغما واحدا، لكن أثرها هز أسس الحرب الحديثة وسبب هلعا من أجهزة كان يفترض أنها تستخدم للتواصل فتحولت إلى أدوات للقتل.